الحلقة اللي فاتت من مسلسل عند التنازيل خلصت لما فولتشيك طلع تليفونه وداس على زرار التفجير، وميتشوم كان واقف في وشه. وبتبدأ الحلقة العاشرة وبنشوف إن بيل وشيبارد قبل ما فولتشيك يدوس التفجير كانوا شالوا التابلت اللي على كل قنبلة، واللي فولتشيك كان عامله جهاز استقبال عشان يفجر بيه عن بعد. وطبعا القنابل ما انفجرتش، لكن لسه الخطر قائم لأن القنابل ممكن تنفجر بطريقة يدوية، وده اللي فكر فيه فولتشيك لما طلع على سطح أحد البنايات وحاول يضرب نار على الشاحنة من فوق. وميتشوم طلع وراه، لكن كان تعبان جدا من الورم اللي في دماغه، والصداع هيفرتك دماغه. بيحاول يصوب على فولتشيك لكن عينه بتزغلل وبيحس بدوخة. وبتوصل بعده أوليفراس ومش بترضى تضرب على فولتشيك عشان عايزة ميتشوم هو اللي يصيبه عشان ما يفقدش الثقة في نفسه. وفعلا ميتشوم بيضربه، طلقة بتدخل من جنب ودنه بتفرتك وشه وبيموت، والخطر بيزول. وفايناو بياخد مراته وبناته في حضنه لأنهم كانوا في وسط الخطر. وبيرجعوا كلهم يجتمعوا في المكتب، والكابتن بليس بيشكرهم على مجهودهم في القضية دي، وإن كده الوحدة دي هتتقفل وكل واحد منهم هيرجع على شغله، لكن طبعا بتوصيات منه هتغير حياة كل واحد فيهم. شيبارد مثلا هتترشح للعمل في فرقة خاصة في العاصمة بسبب شطارتها وجهودها في العملية دي، وده اللي كانت بتحلم بيه. وهتطلب من بيل إنه يراقب أختها وهي مش موجودة لأنها خايفة عليها ومن اندفاعها. والأول مرة بنشوف الكابتن بريس بيرجع بيته، وبنكتشف إن ليه زوجة وابنه حياة عادية، لكن كل ده ما كانش باين في الشغل. وليفرس وميتشوم رايحين للدكتور بعد ما أقنعته أخيرا إنه يراجع الدكتور اللي هتعرفه، وبتعرف منه إنه كل خوفه إنه يتعب ويقعد على سرير مستشفى، وهو مش عايز كده، هو عايز يموت وهو في وسط عملية. والدكتور بيطمنه إن حالته حاليا بقى ليها علاج جديد، وإنه لو وافق هيدخله حالا مرحلة علاج هتكون نتائجها إيجابية. وبعد تفكير عميق وبعد إقناع من أوليفراس بيوافق أخيرا، وهيبدأ العلاج بعد أسبوع. وبنشوف فايناوي راجع على مكتبه وزمايله بيرحبوا بيه، وساعتها بيلاقي واحد زميله قاعد على مكتبه بيقول له أنا أخدت المكتب ده. فايناوي بيزعل لكنه بيقول له إنه خلاص أخد المكتب ده ومش هيسيبه، لأن فايناوي اترقى وبقى نقيب وهيكون ليه مكتب خاص بيه. وبيلاقي مراته مستنياه جوه بتحتفل بيه وبتهنيه على الترقية هي وبناته. وبعدها بنشوف بيل وهو رايح يقابل دييجو بيتكلم معاه، وبيقول له إنه عرف إن في فلوس اتحولت من فولتشيك لحسابات مجهولة، منها حساب باسمه في جزر الكايمان، وإنه كده مقبوض عليه. وبيتفاجئ دييجو بالقوات بتقبض عليه بتهمة الرشوة، وبصراحة كان يستاهل كده من الأول. وأوليفيراس بتروح لميتشوم وبتقعد معاه وبتقول له إنها لازم تسافر عشان مهمة جديدة، لكن هي هتفضل معاه لحد ما يبدأ العلاج، وهو بيشكرها على اللي عملته لحد كده، وبيقول لها مش لازم تعطل شغلها عشانه. وبيروح المستشفى، وبعد أسبوع عشان يبدأ العلاج لوحده بيقف يفكر قبل ما يدخل شوية. وبعدين بيدخل المستشفى، وهناك بيلاقي كل الفريق في انتظاره وبيهزروا معاه وبيظهروا له دعمهم، وطبعا ده بيكون شعور جميل وبيفرق جدا معاه قبل ما يدخل مرحلة العلاج. ويا ترى المسلسل خلص على كده؟ لأننا وبعد مرور 10 أشهر بنروح لمكتب الخدمة السرية وبنقابل شرطي اسمه فيتزرالد أو فيتز، بيتكلم كتير جدا وشغلته إنه يستقبل أي مكالمات تخص تهديدات للرئيس. وبيتكلم مع زميلته اللي بيتعرفوا إنها رايحة العاصمة عشان هتكون في حراسة بنت الرئيس، وهو نفسه يكون في الحرس الجمهوري من ساعة ما دخل القسم ده. وبتجيله مكالمة من واحدة اسمها باتريشيا بيريز، صوتها زي ما تكون مكسيكية أو إسبانية، وبتقول إنها شغالة عاملة نظافة في أحد الأماكن البعيدة، وإنها لما دخلت تنظف كوخ رقم 6 بتاع شخص مريب اكتشفت إن عنده ورق كتير فيه تهديد لحياة الرئيس. وبعدها المكالمة قطعت وزي ما يكون التليفون وقع من إيدها، وساعتها بيكلم رئيسه وبيحكي له على اللي حصل وبيقول له إنه رايح يتحرر عن الموضوع. وفعلا بيروح وبنلاقي مكان في وسط الغابات عبارة عن أكواخ من الخشب، وأول ما بيدخل كوخ رقم 6 بيلاقي العاملة مقتولة في الأرض، وساعتها بيبلغ وبيفتش في الكوخ لحد ما بيلاقي درج كومودينو. بيفتشه كويس بيلاقي فيه درج خلفي سري فيه دفتر مليان رسومات شكلها غريب. وهنا بيتم تجميع الفرقة مرة تانية، وميتشوم رجع وشكله حالته أحسن من الأول، وشكل العلاج جاب معاه نتيجة. وبيسأل عن أوليفراس لأنها الوحيدة اللي ما كانتش موجودة ومحدش يعرف عنها حاجة. وساعتها بيدخل الكابتن بليس وبيعرفهم على فيتزرالد العضو الجديد في الفرقة اللي بيشرح لهم الموقف والقضية اللي قدامهم عشان يحققوا فيها. وبيروحوا الكوخ وبيشوفوا آثار الدم بتاع عاملات النظافة، وبيتفاجئوا إن مفيش أي آثار تانية، لا دم ولا شعر، وده شيء غريب. ميتشوم بيكتشف مدخل سري تحت الدفاية، ولما بينزلوا بيلاقوا بندقية قناص ونفق طويل في آخره مكان التصويب، وبيعرفوا إنهم بيدوروا على حد محترف مش شخص عادي. وبكده بتنتهي الحلقة 10 بدخول الفريق في مهمة جديدة
لكن اوليفيراس هي اللي مش موجودة، ولما ميتشوم سأل عليها الكابتن بريس قالوا إنها مش هتقدر تكون موجودة معاهم لأنها شغالة في عملية مهمة مع إدارة مكافحة المخدرات. ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك وشير واشتركوا في القناة.